السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. اليوم احنا في جامع سيدي علي زين العابدين، هنتفرج على حلاوة المزدج من جوه، وهنشوف المقام بتاعه، وهنشوف كل تفاصيله في الجامع مع بعض. هنا في المكان هنا في اسمه حجر السر، الناس بتلمسه وبتتبارك يعني بيه يعني وكده. وهنا دخلة المقام بتاعه، يلا بينا نتفرج على المقام من جوه حلاوته. فترة شديدة وصعبة على أهل البيت أكتر من فترة الدولة الإيه؟ الأموية. كل ده والرأس الشريف كان فين؟ خلاص راح يزيد في الشام. طيب إحنا مش هنعرف نقفل الرأس الشريف. طب نوديه فين؟ هنا دي مسألة تاريخية بقى، إحنا مش من كتب التاريخ. هيبقى عسقلان. عسقلان اللي هي دلوقتي تحت الاحتلال الصهيوني. مدينة عسقلان. كان عندهم هناك حاجة اسمها زي السياحة. وفي خزن كده وفي حاجات قديمة هناك. ففتحوا إحدى هذه الخزائن مئات السنين دول لغاية ما جت سنة 592 هجرية. حصل سنة كام؟ حصل سنة 190 هجرية. سنة 592 هجرية. يعني بعد حوالي 500 سنة ونزل رأس الشريف. حصلت الحملات الصليبية على بلاد اثنين شايلين قصاد بعض، والاثنين ماشيين ايه؟ خفاف. وخرج لهم حاكم مصر، وكان خارج في الخارج ايه؟ حافي. خلاص. اتوا بالراس الشريف ومشوا بها في موكب المديد في حي المسك بقى وحي الازهر. كان هو ده مقر الحكم هناك. اول ما جاءوا بالراس الشريف من قصور الفاطميين، فجعلوا الراس الشريف هناك في هذا القصر حتى يجهزوا المقام الذي سيحوي هذا الراس الشريف. كان فين المقام ده بقى؟ المقام ما كانش هو اللي موجود دلوقتي. كان المقام ده اللي هو في مسجد الصالح بضائع. مسجد الصالح بضائع موجود هناك برضه في حي الايه؟ الازهر. وهتلاقي هناك في المسجد ده في نزول المسجد ده الجامع الكبير في الفاطمي، واللي كانت موجوده في الشعائر. فعايز الجامع الازهر ينظر لجانب الروايات الايه؟ وكده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.